قادر استنى اليوم اللي هرجع العب فيه، واول ماتش المدرج مليان كرة بالعرض هطلع بدماغي احمد حسام ميدو او العالمي كابتن احمد حسام ميدو. مره واحده كده لقينا اخبار كابتن احمد حسام ميدو يرجع للملاعب. انا لعيب حر، اقدر امضي في اي وقت. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هيبقى في مؤتمر هعلن فيه عن النادي في الدوري المصري. هنعرف بقى. الناس كلها قلقانه شوقي السعيد هيقفل البرنامج، بس هو وعدني ان هو هيبقى هادي النهارده. شوقي مساء الفل. مساء الفل يا كابتن. منورني. ربنا يخليك. عامل ايه حبيبي؟ الحمد لله. بتعمل ايه دلوقتي؟ والله انا شغال في المقاولات. ما بدأناش. ايوه شغال. بعد اللي بقى اتجهت كده اتجاه غريب شويه. شغال في المقاولات مع شركه محترمه اسمها الشربجي في سينا وكده، والحمد لله يعني. ايوه شغال ايه يعني؟ برضه بنا يعني شغال. لا شغال واخد شغل منهم من الباطن يعني، خرسانات وكده. برضه مش عارف ان انا جاي اضحكك. انا مداخله مهمه جدا مع روي او روكي سابيري، مدرب سجرادا الانجولي. روي bonsoir monsieur, c'est Mido. Toi tu parles pas l'anglais, non? Tu parles anglais ou non? Non. Ah, tu parles portugais ou français. Portugais ou français, ok. Je vais parler français. Tu connais, moi je jouais à Marseille pour un an. Je parle français, je parle un peu. À tout de suite. Un petit peu. الحقيقه فريق الاعداد يعني عمل معايا نمره او موقف عمري يعني ما كنت اتخيله، ان هم كانوا فاكرين ان الراجل بيتكلم انجليزي، فلما دخلت اتكلمت مع الراجل من دقيقتين طلع ان هو ما بيتكلمش الا فرنساوي وبرتغالي. مين هداف البريمير ليج في اول جولتين؟ صن ده مين قال الاول؟ لا انت قلت غلط، انا قلت صن. مين قال الاول؟ لا انت قلت صن. انا قلت صن. مفيش حد بيلعب اسمه صن. انا لا بقراها صن. انا في واحد تاني. انا بقول صن يا عم. انت مالك؟ صن ليه؟ انا بقول صن. اكيد نتيجه ماتش امبارح يعني ما خليتكش تشوف الكرافات دي كويس وانت هي دي هتودينا من الدرجه الرابعه. وانت نازل اكيد ما بصيتش كويس. انا كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك، كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. لما رحت مسكت وادي دجله والمقصه مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. والله العظيم مهما دورتوا على اي جهاز عمر ما هيجي لكم جهاز فيه زملكاويه زي الجهاز اللي انتوا شايفينه ده، سواء كابتن حازم، كابتن عبد الحليم، كابتن محمد صلاح، كابتن مدحت، كابتن ايمن. مفيش زملكاويه في مصر اكتر من دول. فانتوا هتبقوا بتلعبوا في الملعب عيل هرب وعنده 14 سنه ورجع لي وهو عنده 36 سنه، وزنه 200 كيلو، تتوقع منه ايه؟ واحد طول النهار وعلى مسؤوليتي بيسكر، هو الكلب بتاعه. هو يا جماعه الناس مش لاقيه تاكل، بتجيب العيش من الزباله وده بيسكر مع الكلب. ولما انا راجل كنت باجي النادي سكران يا مرتضى، جبتني تاني ليه؟ واتحايلت عليا وانا في الاسماعيلي ان انا اجي امسك الزمالك ليه؟ بس انا اكتر حاجه بحبها عارفه ايه؟ الناس اللي هي بتبرشم وكده وبتقول على اللي بيشرب خمره ان ده حرام. بحبهم قوي اللي بيحششوا وبيشربوا وبيبرشموا، ولما يلاقوا واحد بيشرب خمره ده بيشرب خمره، ده خمرجي. قاعد في البيت بتفرج على ماتش وبشرب واين وبشيش وقاعد بتفرج على ماتش في البيت. تمام. وتعبت وابني واحد من ولادي يعني دخل عليا هو واصحابه اوكي، وانا مش مظبط، فدخلوا عليا الاولاد فحاولت اظبط، فطلعت فوق رحت طالع، ما رضيتش اقعد اتكلم معاهم كتير وطلعت. فطلعت نمت وصحيت الصبح قلت لا المشهد ده مش مظبوط، مش مظبوط. ودايما بقى كان عندي فكره التكبر اللي ايه يعني انا ايه يعني انا بشرب انا كذا. والحمد لله من ساعتها كان ده فكره يمكن اول مره اقوله يعني. من ساعتها خدت قرار ان انا مش هشرب. انا طبعا عايز اقول لميدو ما تزعلش، لانه انا كنت زعلان منه جدا جدا، لكن انا برضو بقول دايما البني ادم لما يكون حواليه اي حد بيسخنه، واخد بالك؟ يعني انا اولا في الحلقه بتاعتك يا سيف انا ما كنتش موجود، انا كنت في فرح،
فقالوا لي ده ميدو دخل شتمني انا، رحت سايب الفرح وطالع. زلاتان اللي كتب انه صفعك كتب الحقيقه؟ اتخانقنا مع بعض خناقه ضرب يعني، مقص وضرب وبعد كده صالحنا بعد 10 دقائق. زلاتان لغايه دلوقتي صاحبي يعني. فاتخانقنا مع بعض وخناقه بتاعت كوره وشدينا مع بعض، وعشان احنا الاثنين شخصيات صعبه جدا، احنا الاثنين اتصادمنا وبعد 10 دقائق اتصالحنا والموضوع انتهى. Big salute to Mido. Long time I don't see him, and we had a fantastic time in Ajax. We were the two bad boys. زلاتان شخص طيب جدا وذكي جدا. هو بيلعب ساعات في حته نظريه اسمها نظريه البلاهه، ان هو بيوصل للناس ان هو مش فاهم بس هو فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. بعد الماتش بتاع الزمالك ده باسبوع ولا 10 ايام ماشي، فبصيت كده لقيت معروف ده واقف ايه في الكار في الكار بارك. رحت قال لسواق التبيس اقف راح موقف، رحت نازل للمعروف ده في الكار بارك، قلت له يا كابتن معروف انت الكره دي مش ضربه جزاء؟ قال لي والله العظيم. قلت له انت كابتن. المهم ايه، اقسم بالله كان ناقص ان انا يعني ايه، مش عايز اقول لك قلت له ايه. فلقيت سيد متولي مدير الكوره جاي لي قال لي يا كابتن ميدو. قلت له ايه؟ قال لي اعلنوا الحكام. قلت له مين؟ قال لي معروف. قلت له معروف اللي انا لسه قال لي قلت له متاكد ان هو؟ قال لي يا نهار اسود. كسبنا المصري 1-0 ضربه جزاء وهميه ملهاش اي علاقه بضربات الجزاء، معروف الدهني اقسم بالله. وكنت عامل بلان ان انا اخس على الاقل في البدايه 6-7 كيلو في الشهر. بعد كده الرقم ده ابتدى ينزل كتير، وخسيت بسرعه جدا. الفرق كله يعني انت ما عملتش عمليه؟ لا خالص. لا هي عمليه. هل ده صح ولا غلط؟ لا صح، هو ده قلناه من خلال المؤتمر، ان احنا عملنا عمليه يعني مش شبيهه بالعمليات التانية كلها اللي بتتعمل، ولكن عمليه بس ان هي تساعدنا ان احنا نخش على اول الطريق. لو لسه خد الدوري انا احلى. طيب معلش يا ابن الذين انت. ابراهيم شويه يا ابراهيم. بص كابتن نبيل فرحان ازاي؟ كابتن انا اتخانقت مع الناس كلها. انا اتخانقت مع كابتن حسن شحاته، واتخانقت مع ممدوح عباس، واتخانقت مع استاذ مرتضى منصور، وطبعا استاذ ممدوح عباس، واتخانقت مع تردلي، واتخانقت مع كل الناس كتيره جدا، عصام عبد المنعم. حصل خناقه بيني وبين دروجبا. الطيار اضطر ان هو بعد ما طلع ينزل يعمل لاندنج تاني. كسرته العطيه. لا هو نزل عمل لاندنج تاني، بعد ما طلع لف ونزل عمل لاندنج تاني. جول ميدو والعقباوي وزقه وفاول. انذار لميدو، الكوره كانت عاليه وفي الارض. محمد العقباوي ان شاء الله يبقى سليم، ونزل طبيب فريق نادي المقاولين. صح قوي، لا كرة صح قوي يا ميدو، وقاعد على الراجل داخل جامد قوي، داخل وبص حضر. لا فاول فعلا. الناس لما هتشوفها بالتصوير بتقول يا ساتر يا ساتر. احنا اتنين خلي بالك واحنا صغيرين كنا حيوانات يعني. المهم ايه، رحنا كافيه اسمه قمرين في شارع جانبي كده، في شارع النزهه كده موجود. دخلنا قعدنا في الكافيه، فاول ما دخلنا كده لقينا 5-6 قاعدين لابسين بدل كده، مفيش حد في الكافيه يعني الساعه 12 الظهر. فطلع مين اللي لابسين بدل واحنا داخلين دول؟ صحفيين في الاهرام. فرحنا طبعا الصحفيين دول كلموا مين؟ كلموا كابتن جوهري. فابراهيم دخل الحمام وانا قاعد ماسك الشيشه، ولقيت لك كابتن جوهري والجهاز داخلين عليا فين؟ اول معسكر ليا في المنتخب. يا نهار مثلا كابتن جوهري ده مرعب. فرحت عامل الشيشه كده، قال لي انت بتدوخ من معسكر. فالمهم ايه، طلعت وقفت جنب الحمام. ابراهيم سعيد طالع قال لي ايه يالا مالك في؟ قلت له عارف مين كان هنا؟ قلت له مين؟ قال لي كابتن جوهري. قال الحمد لله ما شافنيش. قلت له بصراحه وجاوبني منتهى الصراحه. ابراهيم سعيد كلمك قال لك ايه بعد البودكاست اللي انت قلته عليه؟ بصراحه والله كان بيهزر معايا. قال لك ايه؟ بيقول لي الله يخرب بيتك فضحتنا. ها؟ فقلت له انت فاكر نفسك مش مفضوح؟ قلت له ايه بالظبط؟ قلت له ايه؟ انت فاكر الناس فاكراك ايه؟ قلت له انت فاكر الناس فاكراك مؤدب؟ وبيخبطوا فيا وميدو سخن، يعني ميدو شردني. بس يعني والله العظيم انا عندي حاجات لميدو ما بعرفش اقوى من الكلام ده. هو ممكن يعني اكيد متذكره، بس هيعمل عبيط. كل واحد لازم يبقى عنده موتيف. وانت ايه الموتيف بتاعك يعني؟ البنات. كنت وانا عندي 17 سنه
رحت بقى مره ماتش لعبت كويس جدا، كان كل اللعيبه بتروح تسهر في بار كده اسمه سانسيت، فلقيت بنات كلهم موزس جدا وملك الجمال بلجيكا وبتاع بيقعدوا يعيدوا الاجوان كلها بتاع الجنت، كل الناس بتشجع جنت، فقلت لهم لا لازم اجيب اجوان عشان اعلق واحده من البنات دي، انا ما عنديش يعني، هو ده الموتيف بتاعي. خليني ساكت. شايف المهاره يا باشا؟ انا فعلا كنت محتاج وينج شمال. واحداث الشوط الاول ينتهي بتقدم نابولي بهدف واحد في الدقيقه 14 لكوليبالي. احداث هنا كتيره جدا، في احتفاليه كبيره جدا ورانا وقدامنا وجنبنا بين الشوطين وقبل الماتش. ميدو مركز معانا يا ميدو لو سمحت، عندنا شغل. طب عمر بقى بص، سيبك كل الكلام ده حاجه، واللي احنا جايين فيه حاجه تانية. انا عايزك توعدني تمام ان الخروجه الجايه اللي فيها بنات وكده تاخدني معاك. خدني معاك خروجه يعني. خدني انت بقى يا عمي انا خلاص انا اعتزلت بجد والله العظيم. ميدو سترايكر. Ahmed Hossam Hussein Abdulhamid, centre half.